شم النسيم قرب يا جماعة، ولازم نعمل المنجقونة البورسعيدي أو البريوش أو قولوا عليها زي ما تقولوا. هنعملها النهاردة بعجينة قطنية تحفة، وعجينة طعمها يجنن، وهنعمل أشكال تشكيل للعجينة تحفة تحفة وبأسهل طريقة إن شاء الله بإذن الله. وشايفين شكلها بيتكلم عن نفسها. بس قبل ما نبدأ الفيديو يا جماعة ما تنسوش بقى تدعموني بلايك وتشيروا الفيديو لأصحابكم وحبايبكم، بحبكم جدا ووحشتوني جدا جدا من آخر فيديو. هنقول السلام عليكم، ازيكم حبايبي يا غاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط كوباية وربع مية دافية، كوباية لبن دافية، كوباية سكر، معلقة ونص خميرة فورية، وهنحط كمان نص كوباية دقيق. وهنقلب الحاجات دي كلها كده مع بعض ونغطيها لمدة 10 دقايق. بعد ال10 دقايق بتطمني بقى، بتعرفي ان الخميرة بتاعتك شغالة وزي الفل. ننزل بقى بربع كوباية زيت وببيضتين وكيسين فانيلي. بعد كده ننزل بمعلقة خل كبيرة ومعلقة ملح صغيرة، وهننزل ب7 كوبايات دقيق. يعني الموضوع ده كله معمول بكيلو دقيق. في الاول حطينا نص كوباية، وبعد كده حطينا ال7 كوبايات، والكيلو دقيق بيكون 8 كوبايات او 7 كوبايات ونص. ده دقيق يا جماعة من اللي هو السايب من عند العطار عادي جدا، ما جبتوش اكياس ولا اي حاجة. وبعد كده بعد ما بتحطي السوائل كلها مع بعض بتقلبيهم كويس، وبعد كده بتنزلي بال7 كوبايات دقيق. وبعد كده عشان تاخدي راحتك، لان لازم تخدمي العجينه دي كويس جدا. المنجقونه او البريوش لازم يتعجن كويس جدا جدا. فانا خدتها على الرخامه بقى وقعدت اعجن فيها لغايه ما بقى فيها عرق كده زي ما انتم شايفين. فضلت اعجن فيها لغايه ما العرق، وجيت اشد العجينه لقيت فيها عرق. نزلت بقى ب40 جرام من الزبده بدرجه حراره المطبخ، وفتحت العجينه كده وحطيتها. بعد ما بتحطي الزبده بتحسي ان العجينه فكت من بعضها عادي جدا، ما تخافيش ولا اي حاجه. تفضلي تعجني برضو لغايه ما ملمسها يكون ناعم. بعد كده بنحط معلقه زيت بس، بنمسحها من تحت ومن فوق ونغطيها لمده ساعه. بعد ساعه بتخمر معانا وبتكون زي الفل. بصوا كان ناقص شويه وتخرج من الطبق. ما شاء الله عليها، عجينه ممتازه جدا. واعملوا لولادكم بقى. ممكن تلوني العجين وهقولك ازاي دلوقتي تلوني العجين. وانتي بتشكلي العجين ممكن تحطي له لون احمر اخضر اصفر بمناسبه شم النسيم. ممكن بقى تحطي له الوان. وبعد كده ممكن بعد ما يستوي بتلوني البيض وتحطيه في النص كده. لو انت عندك اطفال بقى تفرحيهم وكده. بس خلاص بعد ما خمرت سبتها ساعة. بعد كده بتهبطي الخمر بتاعها، وبعد كده بتقرصيها اي شكل بقى انت عايزاه. تقرصيها بالشكل ده. انا شكلتها كده. تعالوا بقى نشوف التشكيل بتاعها هيكون ازاي. بنجيب بقى حتة عجين من اللي احنا عملناها ونحطها على وشها ونبططها كده. ده اسهل طريقة لشكل المنجقونة او شكل البريوش المعتاد، يعني اللي هو بتاع شم النسيم. هعملها لكم النهاردة بطريقة سهلة جدا. بنحطها على وشها وبعد كده بنبططها، وبعد كده بنقفلها بالشكل اللي انتوا شايفينها. اظن مفيش اسهل من كده. وبعد كده بتقطعي دي 2. مفيش اسهل ولا ابسط من كده. ده الشكل المعتاد يا جماعة بتاع المنجقونة او البريوش. تعالوا بقى هنعمل كمان شكلين كمان احلى من بعض. ويعني فرحي بقى اولادك واعمليهم. عايزه اقول لكم ان طعمها يجنن بجد، حلوه قوي قوي قوي. طعمها حلو جدا. ممكن تعمليها حادقه، ممكن تعمليها مسكره زي ما تحبي. وده الشكل المعتاد بتاعنا. تعالوا بقى نعملها برضو بطريقه سهله تانية. زي ما انتوا شايفين بناخد حته واحده بس وبنعملها كده بالطريقه دي. ايوه كده. ممكن تعملي كده وممكن تعملي كده، بس الاسهل اللي انا عملتها في الاول. طبعا سهله جدا وبسيطه، بس انا وريتك الشكل ده ووريتك الشكل ده. تقدري يعني تعمليها بالطريقه دي وتقدري تعمليها بالطريقه دي. تعالوا نشوف بقى اللي كله. يعني في ناس كتير ما بتعرفش تعمل الضفيره، اللي هي بيكون شكلها مضفر كده. اوريكم برضو الطريقه السهله تاني. بصوا معلش انا اعذروني ان الفيديو طويل، بس انا حبيت اوريكم كل حاجه بالتفصيل. بصوا بتفرديها بس بتقلبيها طبعا على وشها، وبعد كده بتقفلي وبعد كده تلفي زي الرول كده بطريقه سهله. وبتقفليها بقى من الجنب اللي انتي الاخير، وبعد كده بتقسميهم 2. بيطلع معاكي بريوشتين 2 او منجقتين او 2. اهو شفتوا طريقه سهله جدا. تقدري بقى تعملي بالشكل ده او بالشكل ده. تعالوا بقى نعمل الضفيره. بتقسمي بقى الكوره على 3. العجينه لينه جدا وبتتشكل. بصي شكليها بقى زي ما انتي عايزه. سهله جدا. بصوا بنقسمها على 3. بنقسم الكرة الواحدة على 3، وبعد كده بنعملها كده بالشكل ده اللي زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده بنقفلها من فوق ونعملها بشكل الضفيرة. بصوا مفيش اسهل ولا ابسط من كده.
دي كمان ممكن تعمليها دورية، يعني بعد ما تضفريها ممكن تعمليها دايرة عادي، هيكون شكلها حلو برضو. بس انا عندي بيحبوا الشكلين دول بس. بصوا ممكن تشكليها باي طريقة، بس الضفيرة دي اكتر حاجة يعني بحس ان الناس كلها مش بتعرف تعملها، او في بنات مش بتعرف تعملها. فانا عملتها لكم اهو بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وتقدري بقى تشكلي الشكل اللي انت عايزاه. الاولاني سهل وده سهل كمان، الضفيرة كمان سهلة جدا. وتقدري بعد ما تضفري كده زي ما انا قلتلك، وهعمل لكم شكل تاني برضو باتنين بس. شايفين؟ لو وصلتي بقى لحد هنا في الفيديو ما تنسيش تصلي على النبي، وتعملي لي لايك وتشيروا الفيديو لاصحابكم وحبايبكم، بجد عجينه حلوه قوي. بصوا بقى الشكل ده، انا عملت اتنين بس وقفلتهم، وبنلولوهم كده على بعض، وبعد كده بنلفهم دايره. دي كمان شكلها حلو قوي، بعد ما بتستوي بيكون شكلها حلو قوي. انا ندمت بصراحه بعدها، قلت يا ريتني كنت عملته كله بالشكل ده. شكلها حلو قوي. بصوا شكلها، بصوا يا حلاوتك يا جمالك. بعد ما بتشكليه بتسيبيه بقى. بصوا ما شاء الله خمر ازاي. بتسيبيه على جنب، بتغطيه طبعا بكيس وبفوطه كده، وبتسيبيه لغايه ما يخمر. وبنجيب هنا بقى للوش بتاعنا بعد ما خمر، وبيكون فرن مسخن على درجه حراره 200. بحطيت هنا صفار بضايه وشويه لبن ونقطه فانيليا. بعد كده بدهن الوش بتاعها زي ما انتم شايفين. ايوه كده. عايزه اقول لكم ان طعمها حلو قوي. احنا عملناها مسكره بصراحه. تقدري بقى دلوقتي رشيت على الوش بس سكر عادي جدا. تقدري انتي ما ترشيش سكر خالص، وتقدري ترشي عليها سمسم وحبه البركه. ولما تيجوا تاكلوها ممكن تغمسوها بجبنه، ممكن تدهنيها مربى، ممكن اي حاجه. دي الصينيه التانية. عملوا لي الكيلو دقيق ما شاء الله، عمل لي كميه كبيره جدا هتشوفوها. دخلتها الفرن على درجه حراره 190، ولعت من تحت بس، وحطيتها على الشبكه اللي في النص زي ما انتوا شفتوا. بعد ما بتخرج من الفرن بقى معلقه زبده عليها شويه شربات تقيل، ودهنتها لان احنا عايزينها مسكره. لو انت مش عايزاها مسكره تستغني عن الخطوه دي، ادهنيها زبده بس. يعني بعد ما تخرج من الفرن مباشره ادهني وشها زبده. عايزه اقول لكم بتفرق جدا في الطعم. عايزه اقول لكم بصوا، عايزه اوريكم شكلها. شوفوا بصوا شكلها حلو قوي، ولا طعمها يا جماعه يعجبكم قوي قوي. انت لسه ما قمتيش عملتيها؟ يلا قومي اعمليها لاولادك وفرحيهم، واعملي لهم البيض الملون. ولو عايزين البيض الملون، عايزين طريقته، قولوا لي في التعليقات وانا هعمله لكم عينيا الاتنين. بصوا شكلها يجنن. حطيتها بقى قدمتها كده في صينيه كده. وطبعا بعد ما بتخرجيها من الفرن وتدهنيها تغطيها بكيس وبفوطه عشان تفضل طريه معاكي لاخر لقمه. بصوا اللقمه طعمها يجنن وتحفه بجد. بجد يا جماعه جربوها. عجينه قطنيه ممتازه يا جماعه، جربوها بجد. انا عايزه اقول لكم ان هي ما كملتش يوم عندنا يعني، بصراحه اتعملت وما شاء الله خلصت، يعني قعدوا تعشوا بيها. فاعملوها بقى لاولادكم في شم النسيم وفرحوهم. ويا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تدعميني بلايك وتشيروا الفيديو لاصحابكم وحبايبكم عشان الكل يستفيد. بحبكم قوي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.